ما فكرتش للحظة، هو احنا ليه على طول مش مبسوطين؟ ليه كل ما بتوصل لحاجة كان نفسك فيها فرحتها بتموت في ايديك بعد يومين؟ السر مش فيك انت، السر في السيستم اللي مبرمج دماغك انك على طول تفضل جعان ومستحيل تشبع. زمان مخك كان متبرمج يقارن نجاحك بدايرة الناس اللي حواليك، قرايبك جيرانك والناس اللي تعرفهم، 20 شخص 50 شخص او 100 بالكتير. ولو انت اشطر واحد فيهم مخك بيفرز دوبامين وبيحس بالرضا والمكانة. والنهارده السوشيال ميديا اجبرت مخك يقارن نفسه ب 8 مليار بني ادم، انت في لحظه واحده بتشوف اغنى واحد واوسم واحد واكتر واحد بيسافر، ومخك ما بيفهمش ان ده فيك وممكن يكون كمان معمول بالذكاء الاصطناعي، وهو بيترجم دايما ان انت اقل فرد فيهم. منصة السوشيال ميديا أول ما بتحس إنك اتكسرت أو حسيت بالنقص بتبدأ توجهك فورا عشان تشتري منتجات أو تعمل عمليات تجميل أو تشتري كورسات إزاي تكون غني. وكله بيدفع للمنصة عشان يبيع لك الترميم لثقتك بنفسك اللي هم كسروا فيها. انت بقيت بتلف في ساقية انك تبقى اقوى اوسم اغنى، ومهما وصلت الخوارزمية هتجيب لك اللي اعلى منك حتى لو اللي بتشوفه ده مجرد ايجار او فلاتر او اي. الهدف انك عمرك ما هتكون الاحسن عشان تفضل دايما مستهلك. تاني حاجة بتخلينا على طول مش مبسوطين إننا غرقنا في دوامة الدوبامين الرخيص. الدوبامين اتحول من هرمون السعادة لهرمون المطاردة. شركات التكنولوجيا صممت الخوارزميات بنظام الفاريبل ريورد زي ماكينات القمار كده، انت بتسكرول عشان يمكن الفيديو الجاي يضحكك، والخدعة لما بتاخد دوبامين ضخم وسهل مخك بيقفل مستقبلاته داون ريجوليشن. وهنا بتبدأ اللعبة، السيستم بيخليك تزهق من حياتك الحقيقية فبتهرب اكتر للمنصة. انت بقيت عبد للجرعة والمنصة هي اللي بتتحكم في مودك وعارفة ايه اللي بيشدك وبتديهولك بالقطارة عشان تفضل فاتح الابلكيشن اطول وقت ممكن. احنا جيل مخه اتخشب وما بقاش بيحس بالمتعة الطبيعية. الهدف انك تفضل مدمن رقمي لان انتباهك هو السلعة اللي هم بيبيعوها للمعلنين. طب عارف ليه العربية اللي كنت هتموت عليها وفضلت شهور وسنين بتحلم بيها اول ما اشتريتها ما بقتش عاجبك؟ في علم النفس في ظاهرة اسمها هيدونيك ادابتيشن، الانسان بيتعود على اي رفاهية في اسبوعين ويرجع لنقطة الصفر. السيستم الاستهلاكي باني وجوده على انك ما بتشبعش، وهو بيبيع لك السراب وبيقول لك لما تمتلك ده هتبقى مبسوط فتشتريه، تفرح يومين وبعدين تتعود وتكتشف انك لسه مش مبسوط. السيستم بيقنعك ان الغلط مش في فكرة الشراء، الغلط انك لسه ما جبتش الاحدث. انت حرفيا بتجري ورا ارنب في سباق، بتبذل مجهود جبار وبتحرق مجهودك وسنين عمرك عشان توصل لمكان، ولما بتوصل للمكان ده السيستم بيحرك خط النهاية بعيد شوية. احنا جيل بيمتلك اشياء كتير جدا بس فائت تماما الاستمتاع بالاشياء لان عينه دايما على الابديت الجاي. السعادة مش جايزة هتاخدها لما تخلص الساقية، السعادة هي إنك تخرج من الساقية من الأساس. السعادة هي فعل تمرد على المقارنة وصيام عن الدوبامين الرخيص واكتفاء بكلمة كفاية. السعادة بتبدأ لما بتقرر إنك مش محتاج تثبت لحد حاجة ولا محتاج تسبق حد. السؤال الحقيقي مش إمتى هبقى مبسوط، السؤال الحقيقي إمتى هبطل أسمح لهم يخلوني تعيس.